مرحبا بنات، شلونكم حبيباتي؟ شلونكم اخواني اخواتي؟ اليوم فيديونا راح اسوي لكم تمام باقلة كبس على طريقتي. المواد المطلوبة عندي هنا تمن منقعته مدة نص ساعة، 4 قلاصات مال حصة طبعا. عندي هنا 2 كيس باقلة، الوزن مالتهن كل واحد 325 غرام، يعني اثنيناتهم 650 غرام كيسين. عندي هنا أنا مفرزة شبنت، كل واحد مقدار كوب. عندي هنا 3 أكياسة طلعت محبة شبنت بي، يعني خضارة زايد. وعندي هنا رشة كركم، وعندي هنا راس بصل حجم صغير ثارمته، وعندنا ملح حسب الذوق، وعندنا الزيت مقدار استكان. وهسه نبلش بالطريقة. راح ندب الجدر على النار على قلعين كبيرة. هسه نبلش على الطباخ. راح اضيف مقدار استكان الزيت، استكان الى استكان وربع. تمن باقلة، والتمن احمر يحب دهن هواية، كل ما يصير دهنه شوية لا هواية ولا قليل، معتدل، كل ما يصير النكهة اطيب. بعد ما يحمل الزيت نضيف عليه البصل، نحمس بيه، ونضيف رشة الملح قلت لكم حسب الذوق، كل واحد ومقياسه. انتو حابين تكثرون حابين تنقصون، هاي انتو لكم الاختيار. وطبعا كل من الى طريقته، بس انا طريقتي هيجي اسويها. مرات اسوي بزل، بس بالبيت يحبوا اكثر شي كبس. هنا بعد ما حمس عندي البصل، راح اضيف عليه الباقلة، راح اضيف الكيس الثاني، بدي احمس فيهم. اقبضه شوية ياخذ تشويحة وارجع عليه. هنا بعد ما حمست عندي الباقلة واخذت تشويحة مع البصل، راح اضيف عليها رشة الكركم، ينطي لون كلش حلو ويا ابدي احمس الكركم اللي يغطي على الباقلة. هسه عندي هذا التمن اللي غاسلته ونقعته مدة نص ساعة، راح اضيفه على الباقلة، صفيته من المي، راح اضيفه على الباقلة. مخلص ويابسة، ابدي احمس فيها على النار العالية إلى أن أتخلص من كل السوائل، بعدين أضيف مقدار المي عليه. هسه هنا بعد ما نشف من السوائل عندي، راح أضيف عليه مقدار المي 4 قلاصات، نفس مقدار التمن، 4 قلاصات تمن 4 قلاصات مي، لأن احنا عندنا الباقلة حتى همين تاخذ سلق. الشبنت ما اضيفه، من يفور الجدر اضيفه، ما احب مسويه الباقلة، احبه فريش يطلع خضاره يطلع احلى. هسه هنا دخلت وياكم على المطبخ البارد وانتظر
الجدر بعد ما يفور أخلي عليه الشبنت. والشبنت نضيفه بالنهاية نكهتها تصير أطيب وأقوى. هنا بعد ما صار تمن ويا الباقلة راح أضيف عليه الشبنت. هذا الكيس الأول، هذا الكيس الثاني. أنا مفرزتهم بأكياس غذائية خلتهم عند الخارج. هسه راح أبدي أخطه وياه، أخطه بالكامل حتى كله ياخذ الشبنت، مو صفحة بيها شبنت وصفحة ما بيها شبنت. دائما حاولوا من الذبور رأسا وخطوه، هو اوتوماتيكيا راح يفك على حرارة التنة، يعني قريب ما ينشف من الماي أذب الشبنت وأتركه يتخدر وياه. الشكل عندي صار. هسه راح أحوله على عين صغيرة حتى أتركه للتهدير مدة نص ساعة ونشوف نتيجته بالنهاية. هنا بنات بعد ما تركته مدة 3-4 ساعات تهدير هذا شكله النهائي، صار يخبل ولونه يخبل وحبايته تخبل. راح أصبه وأراويه لكم. سهمكم ألف عافية. وهذا بعد ما صبيته هذا الشكل النهائي. أتمنى يعجبكم وينال استحسانكم ورضاكم، وسهمكم ألف عافية. ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتشيرون الفيديو مع الأهل والأقارب. ومع السلامة.